اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. النهارده هوريكم تركيب كانيولا بطريقه سهله جدا وبطريقه بسيطه وبسرعه. مبدئيا بس الناس اللي بتقول مش لابسه جوانت ليه يا جماعه؟ احنا بنركب في البيت، بركب لاخويا لوالدي لزوجي، فاستحاله البس يعني جلافز وانا بتعامل معاهم. فالاهل طبعا حاجه ده فرض علينا، لازم نتعامل معاهم بتلقائيه. بعدين انتوا هتشوفوا دلوقتي يعني مفيش نقطة دم خرجت، هتشوفوا دلوقتي الفيديو معايا وهتشوفوا كمان ما كانش عندنا بلاستر نثبت الكانيولا ثبتناها بايه. يلا نسمي الله كده. بنخنق يعني حد من البنات بيمسك ايده من ورا كده بس يخنق عشان بس تبقى الاوردة ظاهرة قدامي. ما شاء الله انتوا شايفين الاوردة كتير، اي وريد تختاريه وتدخلي فيه عادي مفيش مشكلة. المهم يبقى الورد كويس ويستحمل الكانيولا. معايا الكانيولا زرقاء كده. حددت الورد اللي هدخل فيه، بدخل الاول بزاوية 15. الأوردة طبعا بتبقى تحت الجلد، فما يعني مش محتاجة ال45، هي بتبقى 15 بتبقى كويسة كده. انا دخلت في الجلد اهو ما شاء الله اهو. عشان تتأكدي ان الكانيولا الدم اللي بيرجع في وراه اهو. شايفين الدم؟ نقطة الدم اللي خرجت ورا دي كده خلاص اتأكدت ان هي في الوريد. بسحب السن الحديد لورا وبكمل بالسن البلاستيك. انا مش محتاجة يعني اكمل بالحديد كده. لازم اقفل الكانيولا. انا بشبه لكم دايما الكانيولا دي، بقول لكم ان الكانيولا دي زيها بالظبط زي الحنفيه، لازم تتقفل. فانا كده قافله الوريد اهو لحد ما اخرج الغطا من السن الحديد وكده اهو. خرجت شويه دم اتاكد ان هي في الوريد وكده قفلتها. لو انا مش هركب محلول دلوقتي لازم شويه الدم اللي خرجوا دول لازم امشيهم دلوقتي عشان ما يتجلطوش وارجع امشيهم في الدوره الدمويه تاني. لازم امشيهم دلوقتي المحلول. لو تلاحظوا هنا السن انا حطيته في الكفر بتاعه وبلف عليه بلاستر عشان ما تحط عفاكم الله في الزبالة ما يتعرضش لحد او يشك حد. فلازم احطها في الكفر واحطها في كيس كمان وتربط عليها كويس. هنا ركبنا الكانيولا وجت المرحلة اللي اصعب، مرحلة التثبيت. بعد ما ركبت اكتشفت انا ما عنديش بلاستر. فبصوا لكم ان تتخيلوا ان انا هثبت الكانيولا بايه. هثبتها ده بلاستيك اللي هو اللزق بتحط على ازازة زيت. بصوا اهي بتحط على ازازة زيت. ثبتها اهي وعادي الدنيا تمام الحمد لله وشغاله، وهتشوفوها دلوقتي شغاله معانا. يعني هنتصرف. استحاله بعد ما ركبت الكانيولا ما اركبش وانا كنت محضره المحلول ومجهزه كل حاجه. هقفل تاني اهو زي ما بقول لكم. لازم تقفلوا ده زي الحنفيه، لازم تقفلوها. المحلول بيتركب منين؟ بيتركب مكان الغطا الابيض، عشان في ناس كتير تقعد تقول انا بحطه في الغطا الازرق وبهدل الدنيا. يا جماعه الخير عافاكم الله، لازم يعني تبقى لو انتوا هتركبوا تبقوا عارفين. البكره اللي انتوا شايفينها دي هي دي بتتحكم في معدل نزول المحلول. عايزينه سريع، عايزينه بطيء، عايزينه وسط. هي دي بتتحكم في درجة سريان المحلول. طبعا انتوا عارفين ان اي حاجة وريد كده دي سريعة جدا. طبعا هوريكم دلوقتي وانا ببطئها. اي حاجة وريد لازم تمشي ببطء، لازم. زي ما انتوا شايفين برضه انا معلقاها في الصورة اللي فوق. يعني بصوا امكانيات محدودة يعني الحمد لله. كده انا هديته اهو. كده تقفلي كده تحطها وسط الدرجة اللي انت عايزاها. السلام عليكم.